ورواتب، كلنا في خير والحمد لله. فلماذا لا نحمد الله على هذه النعمة؟ ليش ننظر بالعين العوراء بس إلى الأخطاء؟ لماذا لا ننظر نظرة توازنية حتى نعرف هذه النعمة ونقدرها؟ الآن التعليم عندنا أيضا مجاني في جميع مراحله، الكتب توزع على الطلاب مجانيا، تدفع مكافآت للمدارس القرآن والمدارس التي في القرى النائية، وفي الجامعات تدفع مكافآت، والتعليم مجاني في الجامعة ويأخذ الطالب كمان مكافأة. الطرق كلها مجانية، ما في طريق في المملكة عليه حاجز يأخذون فلوس. لو خرجتوا برا تعرفون هذا الكلام، ما في دولة إلا وفي كل طريق بوابات وادفع قروش وامشي، رسوم السير. البنزين عندنا أرخص من الماء، القزازة حقت الماء هذه بريالين، فيها لتر ونص، واللتر ب40 هللة، لتر ونص بنزين ب60 هللة، يعني أقل من نص، أكثر من نص ريال. وذيك بريالين المويه، أرخص بنزين على مستوى العالم حتى دول الخليج. أنا كنت قبل فترة في الكويت وجلسنا نعبي بنزين مع أحد الإخوة، وقلت له كم يكلف اللتر عندكم؟ قال يكلف 90 هللة بالسعودي، وحنا يكلف 40، رغم أن الكويت دولة منتجة للبترول وسكانها قليل ونحن كثير، لكن الدولة تدفعه بأرخص الأشياء لتسهيل مهمة نقلي ونقلك. ولذا نعبي البنزين كأنه اذهب إلى الدول المجاورة. في تركيا قريبة، يمكن بعضكم زارها، أي نعم، البنزين هناك اللتر الواحد بأكثر من 20 ريال وانت تدفع عليها 40 هللة. يقول لي أحد الأخوة، يقول والله إني عبيت سيارتي، إني عبيتها ب500 ريال وأنا أعبيها هنا يقول 20 ريال. المهم أيها الإخوة، نحن في رغد من العيش، والله إن لم نشكر هذه النعم أن نتمناها بعدين. طيب كيف نشكر نعم الله ورغد العيش؟ أولا بالاعتراف بها والإقرار والتحدث بها، ثم صرفها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأيضا عدم الإسراف والتبذير الذي نلاحظه في حياة كثير من الناس. فإن الناس بلغت بهم النعمة حد البطر، وخاصة في المناسبات وفي العزائم وفي الزواجات، لم يعد الناس يقدمون أكلا للبطون، وإنما يقولون الزاد للعيون، يعني للرياء. أي نعم. ومن ما يعني أخبرني به الإخوة وشاهدته أنا في سكاكا وفي القريات وفي طبرج،